كل الطرق تؤدي إلى عالم المخدرات في شمال المغرب. داخل مرحاض مقبرة المدينة يتحلق هؤلاء حول لفائف مخدر الهيروين لتناول أولى جرعات الصباح. للمدمنين طقوس خاصة في تدخين هذا المخدر، يجلسون القرفصاء ويشرعون في تحضير الجرعات الواحدة تلو الأخرى. قصص من وقعوا في شراك الإدمان تختلف من تجربة لأخرى، لكن النهاية تكاد تكون واحدة. يحاولوا يجتنبوا أخطر بلية هي هذه، أخطر حاجة هي هذه، يعني كيسميوها لي بلو 3000، إما الموت إما الحبس إما صغيرة. تتسرب هذه السموم إلى شمال المغرب عبر مدينة سرت الواقعة تحت سيطرة إسبانيا. أسعارها البخسة في السوق جعلتها واسعة الانتشار حتى تفوقت على مخدر الكوكايين والحشيش، إذ إن سعر اللفافة الواحدة لا يتجاوز $3، فباتت في متناول الصغار والكبار. يحكي لنا هذا الشاب بكثير من الحسرة قصة تعاطيه مخدر الهيروين، وكيف دفعه إدمانه إلى بيع كل ما بحوزته حتى صار معدما. ما كرهتش شي عزيمة زعما شي واحد يداويني ويتعامل معايا ويعطيني الدواء وهذه. انا بدي نجلس نرجع بحالي بحال الناس. انا بديك نبني المستقبل ديالي، بديك يكون عندي الدار، خصني يكون عندي ولادي، ما يضحكوش عليا الشمايات. راه هذا الشيء هذا لا دنيا لا اخره، زعما حنا راضيين بهذا الشيء هذا. تبخرت أحلام هؤلاء في حياة كريمة مع تبخر الدخان المنبعث من لفائف المخدرات، وحتى من أبدى إرادة في الإقلاع عن الإدمان لا يجد مركزا مختصا يلجأ إليه. تظهر على المدمنين على مخدر الهيروين أعراض كثيرة كالأرق والالتهابات الجلدية وفقدان الشهية والهزال، ومع طول مدة تعاطي المخدر ينتقل المدمن من التدخين إلى الحقن بالإبر. هذه 4 ساعات كنضرب 5-6 بليباري في النهار و10 8 طابيلات كنكميهم بحال هذه الطريقة، كنخويهم وتا لعبة والو ان شاء الله كنولي بحال الناس. يقايد هؤلاء الشباب حاضرهم ومستقبلهم مقابل نشوة زائفة قد تكون قاتلة. واقع يقولون إنهم يسعون إلى تغييره حتى بعد أن سلبت منهم الإرادة وغابت العزيمة. أنس بن صالح، الجزيرة، تطوان، شمالي المغرب.